عشان احطه في مسطره الادمان لازم يتحط في المسطره. في فقدان للسيطره، في استمرار رغم العواقب. هل لما انت بدات بيه زي ما انت موجود بيه النهارده، كنت بتاخده كل خميس او كل مثلا مره في الشهر، هل النهارده بتاخده نفس المعدل؟ فلما نحطه على المسطره دي هو يقدر يجاوب على نفسه. في جلستنا النهاردة هنتكلم عن الاعتمادية والإدمان، عن أسباب الإدمان وتأثيره علينا، وحتى عن كل الخرافات اللي احنا بنسمعها عن الإدمان. معانا النهاردة الأخصائي النفسي الإكلينيكي أحمد طارق عشان يساعدنا نفهم أكتر عن الإدمان. ازيك يا أحمد؟ اهلا سلمى، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا احمد؟ انا زي ما قلت لك قبل ما نبدا، انا سمعت عنك كتير جدا جدا في الموضوع ده بالظبط اللي صح. احنا هنتكلم فيه، فانا متحمسه بصراحه للقعده دي، ويعني معاك المايك. أيوة. وانا كمان متحمس ان كنت بقول لفريدة النهاردة الصبح أصلا حاجات كتير جدا من اللي أنا اتعلمتها من الإدمان، عن الإدمان اتعلمتها من أحمد. بجد أيوة. فاحنا مبسوطين قوي. ماشي، مبسوط انا معاكم النهارده بجد. عايزين نبدأ أولا إن إحنا يعني قول لنا كده، طبعا لأي حد بيتفرج نبدأ بإن إحنا نقول إيه هو الإدمان. يعني هو في تعريفات كتير قوي للادمان يعني، ودي بتفرق على حسب انا هاخد انهي تعريف. يعني في تعريف ان هو سلوك قهري ورغبه قهريه، ان انا مثلا في ماده مش قادر ابطلها ومستمر فيها على الرغم من العواقب والكلام ده كله. في تعريف تاني ان انا عدم القدره على التعامل مع مشاعر الالم، بيبقى عندي مشاعر الم سواء نفسيه او جسديه مش عارف اتعامل معاها غير من حاجه برايا. ايه هي؟ مختلفه. وهنا كلمه الادمان هي كلمه كبيره جدا، مش المخدرات. تمام. في ادمان تعريف اي حاجه عامه. ادمان اي حاجه، وده هنتكلم عنها كمان شويه. وفي تعريف ثالث اللي هو ان يعتمد الاستقرار الداخلي على شيء خارجي. انا من جوايا حاسس ان انا مش كويس، مش مطمن، قلقان، حاسس مش حاسس بالسيلف استيم بتاعي غير بحاجه برايا، بعلاقه، بمخدر، بشغل، حاطط قيمتي في حاجه تانية. اوكي، طيب خلينا يعني اولا انت عرفت الادمان بطريقه انسانيه جميله جدا. مين يعني ليه في ناس ممكن تبقى مدمنه وفي ناس لا؟ ايه اللي هل في مثلا حاجه بتخلي الانسان عرضه اكتر ان هو يبقى عنده ادمان؟ هو في 3 حاجات لما بيتحطوا مع بعض كده، زي اللي هو ايه، ازاي تربي مدمن في البيت. 3 حاجات لو عملناهم يبقى وصلنا للمدمن المثالي يعني. اول حاجه الجين الوراثي. والجين الوراثي مش معنى كده ان يكون الاب او الام مدمنين مخدرات. ممكن يكون الاب مدمن شغل، ممكن يكون الام مدمنه شوبينج، ممكن يكون الجد، ممكن يكون العم، الخال. ففي جين وراثي موجود في العيله. طب هل ده معناه ان وجود جين ده ابن هيبقى مدمن؟ لا. لازم حاجتين كمان. احنا قلنا 3 حاجات. الحاجه الثانيه ان هو التربيه والطريقه اللي يتعامل فيها في البيت وفي الطفوله، ودي بتبقى اهم مرحله الواحد بياخد صورته عن نفسه. اوكي. يعني مثلا في الطفوله هل كان في مقارنات، هل كان في مثلا ضرب مبرح؟ والضرب المبرح بيفرق جدا، ان الطفل في الفتره دي مش بيكره الاب والام، هو بيبدا يكره نفسه. فبيبدا يطلع المشاعر دي على نفسه، فبيبدا يشوف نفسه مش مقبول، انا مش محبوب. الشيم بيبدا يظهر، انا الغلط، انا الوحش. وده بيبقى الكور بليف بتاع المدمن، الشيم. تمام. والحته الثانيه برضو الاحتياجات اللي هي النفسيه، اللي هو الاكستريم في التربيه. الاكستريم من ناحيه يا اما ضرب وتشديد، والناحيه الثانيه الدلع الزياده. يعني ممكن يجي لنا واحد يقول لك ايه، انا مدمن بس ما كنتش بتضرب. ازاي طلعت مدمن؟ ما انت الناحيه الثانيه أيوة. انت كنت بتدلع بالزياده، كل اللي انت عاوزه كنت بتاخده، مفيش احتياجات، مفيش حد كان بيقوم الحته دي معاك. فبدا في اعتماديه على الشخص بره، هيبدا يلبي له كل احتياجاتي. تمام. سواء هنا او هنا، فبقى في خوف. اللي بيتضرب خايف، واللي بياخد كل حاجه خايف. طب ليه ده خايف وده خايف؟ اسباب مختلفه بقى. بالظبط. اللي بيتضرب خايف وحاسس بعدم الامان في البيت ده، ممكن مثلا يبقى مش مقبول في البيت، انا مش محبوب. التاني هيبقى خايف لما يكبر، لو دول حصل لهم حاجه انا هعيش ازاي؟ انا معتمد ان سلمى وفريده بيعملوا لي كل حاجه. فلو سلمى وفريده حصل لهم حاجه هعمل انا ايه؟ خلاص كده في الهوا. ده نفس الشعور بس بطرق مختلفه تماما. الخوف. فاكتر حاجتين بيحركوا الادمان الخوف والشيم والخزي، دول النهرين بتوع الادمان. العنصر الثالث ان هو لازم يتعرض لتجربه تعاطي حقيقيه مره واتنين. فلازم يتحط قدام المخدر.
لازم اجرب. يعني ممكن يكون عندي جين وراثي، ممكن اكون اتعرضت للتروما او لصدمات او ابيوز في الطفوله، سواء في الاكستريم ده او الاكستريم ده او برضه الابيوز الروحاني، اللي هو الاهالي بيبداوا يعرفوا الابن انت لو عملت كده ربنا مش هيحبك، انت لو عملت كده ربنا هيحبك. ايه ده، هو ربنا بيحب وبيكره؟ فبنبدا نحط مشاعرنا على ربنا ان ربنا بيحب وبيكره. فلما هكبر واعمل حاجات كتيره غلط انا هبقى شايف ان ربنا ايه، ما بيحبنيش، فده هيزود الكور بليف او الاحساس بتاع ان انا مش مقبول، مش كويس او مش مقبول او مش محبوب. بالظبط، وانا مش كفايه. فهبدا في مرحله معينه قبل المخدرات يقول لك انا ابني كان رياضي جدا، ابني كان بياخد بطولات، ما هو كان بيحاول يلعب دور مش دوره عشان ياخد القبول. دي حاجة بلاحظها عامة في كلاينتس اللي بشتغل معاهم، ان كتير من الناس اللي بتتجه للإدمان بيبقى في حتة ضغط على نفسهم او مثالية معينة ان هم محتاجين يوصلوا لحاجة معينة، ولما بيفشلوا في ده او ما بيعرفوش يحققوها بياخدوا المخدرات يعني ممكن تبقى وسيلة ان هم يهونوا على نفسهم او ان هم وسيله اسرع يهدوا يعني. ان هم يهدوا الشعور بالفشل او بان هم مش مبسوطين من نفسهم. ففكرة ان انا مش شايف نفسي حاجة او مش شايف نفسي كبير او خايف من الفشل ممكن برضو، يعني دي انا بشوفها لايف بقى بتحصل ان هي بتوصلهم للمخدرات. يعني هناخد من الكلام ده ان المدمن قبل ما ياخد مخدرات هو كان بيحاول يلعب دور مش دوره. يعني في الطفوله الابيوز اللي بيحصل هو بيحس ان هو غير مقبول، اللي هو القبول مشروط، فبيحاول مثلا يبقى شاطر قوي فبيطلع الاول في مثلا في المدرسه. بالظبط. يعني كنت متميز وبنشوفهم كتير بيبقى مثلا الاول دايما، او مثلا بيبقى الاول مثلا في الرياضه في السباحه مثلا، بعدين ما بيلاقيش نفسه فبيبدا خلاص انا مش لاقي نفسي، انا مش عارف اسيطر على العالم اللي برايا، خلاص انا هسيطر على العالم اللي جوايا. هسيطر عليه ازاي؟ بالمخدرات. فهبدا اخد الحاجات اللي تنيمني، اخد الحاجات اللي تهديني، اخد الحاجات اللي تبسطني، او فبقيت تخليني مكمل. اعرف اسهر، فبقيت العب مع حياتي زي ايوه بالظبط كده، عمال اعلي وانزل اعلي وانزل. وده غالبا بيكسر الفكرة، هنبقى نروح لها بعدين برضو، بس بيكسر الفكرة بتاعت ان الشخص اللي بيتجه للإدمان او معتمد بيبقى شخص فاشل او ليه شكل فائد او معين ليه شكل معين. فده يعني بيشرح اكتر الفكرة دي. طبعا بالظبط. هو يعني المجتمع او الناس بتحاول ترمي الموضوع لو ده هو فاشل، هو خلاص يعني مدمن. بالظبط. على الرغم ان المدمن في حقيقته لو عرفناه في حقيقته من جواه وعرفنا طبيعته وعرفنا الافكار اللي بيشوف بيها نفسه، ده تعريف بقى رابع. هو الادمان هو عنده لخبطه في الطريقه اللي بيشوف بيها نفسه، بيشوف بيها الناس، بيشوف بيها العالم، بيستقبل غلط. فعنده مشكله في الاستقبال. فاحنا في دورنا في العلاج ان احنا نعدل له الارسال، نعدل له الكاميرا بتاعته، فيبدا يشوف نفسه بشكل كويس. ايه ده، انا اتقبل، انا اتقبل، انا مش محتاج اعمل حاجه عشان اتقبل، مش محتاج تعمل حاجه عشان محتاج اعتمد على الحاجة محتاج اعتمد على نفسي، ما اعتمدش على اللي برايا. يعني اعتمد الاستقرار الداخلي على شيء داخلي مش خارجي. فيبدا يحب نفسه. اول ما يبدا يحب نفسه ويتصالح على نفسه ويشوف نفسه صح، هو هنا بيبدا يتعالج. اما المجتمع بيبقى حاكم عليه واهله حاكمين عليه، وفي الاخر هو من جواه لا، هو في مشاكل كتير جدا. ممكن تبقى الديفنس ميكانيزم بيظهر عكسها، اللي هو انا جامد، انا جاحد، انا مش أيوة. عارف ايه، سواء من جواه لا، في مشاكل يبقى محتاجه تتساعد فيها. كان عارفين جابور ماتي الاخصائي الكندي كان كاتب كتاب عن الادمان، وفي الكتاب ده كان كاتب حاجه بمعنى ما نسالش المدمن انت ليه مدمن، بس نساله انت ليه متالم. فده بالظبط. نفس اللي انت بتقوله. انا فاكره كمان مديرتنا القديمه او المديره لينا خالص كانت لما بدات الشغل وكده عملت لنا زي اجتماع صغير وقالت لنا حاجه بمعنى انه اي سلوك هتشوفوه، احنا كنا بنشتغل في مستشفى احنا الثلاثه الثلاثة في اوقات مختلفة. قالت لنا اي سلوك تشوفوه نابع من شخص، وساعتها كانت بتتكلم على مرضى المدمنين او كده، اللي هو ما تستعجلوش في ان انتوا مثلا تستغربوا او كده، لان انتوا اول ما تقعدوا معاهم تسمعوا القصه من اولها لاخرها هتفهموا انتوا السلوك ده هتفهموه وهيبقى في محله قوي. فكانت اللي هو برضو دايما بتقول لنا اسمعوا القصه الاول قبل ما تشوفوا السلوك بس. بالظبط يمكن دي حاجة من الحاجات اللي لاحظتها برضو لما بتتوغل في قصة الشخص زي ما انت قلت بالظبط. بيبقى دايما في، مش عايزة اقول تريجر او سبب، بس بيبقى دايما في حاجة تشرح لك انه الشخص ده ازاي وصل هنا ويمكن تخليك تتفهم بدرجة انه الشخص ده محتاج يعني محتاج مساعدة بالزبط. وان احنا لو قدمنا له المساعدة دي نفسيا ده غالبا من احسن الطرق اللي انا هقدر اساعده بيها. صح. يمكن بس عايزة اخدكم في حتة تانية بقى. ازاي افرق او ايه درجات الادمان؟ يعني في اللي احنا بنقول عليه اليوزر والابيوزر، ففي الشخص اللي بيتعاطى والشخص اللي بيبقى معتمد وفي الشخص اللي بيدمن.
اشرح لنا الفرق كده وقول لنا مثلا ايه اللي يوصل حد لاي درجه منهم. تمام. يعني في 3 درجات. في يعني ممكن احنا ال3 نجرب مثلا الحشيش، نجرب مخدر معين. سلمى ما تكملش. فريدة ممكن تقول خلاص انا وانت ناخد كل مثلا خميس او كل مرة في الشهر، فنفضل ماشيين بنفس الريت ده كل خميس او كل اخر اسبوع، بناخد يوم واحد في الشهر، نفضل ماشيين حبة حلوين عليه. طب انا كان عندي مشاكل اتعرضت لها زمان زي ما قلنا في الجين، وفي مشاكل انا اتعرضت لها في البيئه بقى. ترومات والبيئة والطفولة والحاجات اللي حصلت دي كلها اللي كونت أفكار ومشاعر معينة عندي. فمع ضغوط معينة هبدأ أحس إن المخدر ده بدأ يملى حاجة عندي، بدأ يهديني، بدأ يقفل دماغي، بدأ أحس إن في دماغي. فده بيخليني طب أنا ليه باخد كل شهر؟ طب أنا هاخد كل أسبوع. بعدين هي فريدة ستيل ماشية زي ما هي مرة في الشهر، أنا بديت آخد كل أسبوع. بعدين طب هاخد مرتين في الأسبوع، تتقرب المده. بدأت أقرب المدة. بعدين بقيت أخد كل يوم بس بالليل، وأحاول أقنع نفسي إن هو بالليل. شوية شوية بدأت إن أنا أخد صبح وبالليل، وبعدين كل شوية، وبعدين بدأت أزود. فمع إن أنا عمال أزود هو أنا بقيت إيه أبيوزر. ستيل فريدة هي بتاخد مرة واحدة في الأسبوع في الشهر، هنا هي يوزر. حياتها ماشية، بتروح شغلها، مفيش حاجة عطلانة، مفيش فقدان للسيطرة، ما بتزودش الجرعة، ما بتقللش الأيام، مفيش أي خسائر بالنسبة لها. سلمى جربت تجربة واحدة، ودي بتحصل كتير جدا، ان الشخص ممكن يجرب مرة واحدة وما يكملش فيها تاني. واللي حصل عندي ان انا كملت فيها ودوست، وعمال اقلل الوقت وازود الكمية، وبدأت يبقى يعني شغلي بدأ تركيزي فيه يقل. بدل ما بروح الشغل، لا انا لازم اروح الاول للديلر اجيب الحاجة بتاعتي عشان اعرف اروح الشغل، عشان اعرف ادخل الحمام اخد المخدر بتاعي. ما اعرفش انام بالليل طبعا لو مفيش حاجة، لازم امن على الضرباية. فبدأت هي الشاغل بالنسبة لي. ودي دايما بنبدأ نشرحها ان مع الوقت الموضوع بيبدأ يتحول للعروسة الماريونيت، هي اللي بتأكلك. هل بتعرف تاكل من غير مخدر؟ لا. ممكن بطني تبقى مقفولة، طب لو اخر حاجة مع اخر فلوس معايا اكيد مش هروح اجيب بها اكل، هجيب بها المخدر. فبقت هي اللي بتأكلني. طب هل اعرف اشرب حاجة من غيرها؟ لا، لازم اروح اضرب او اكون ضارب او حاسس بحاجة معينة عشان اعرف اشرب. طب النهارده هقعد مع فريدة وسلمى هيقولي طب بطل، تبطيل ومش تبطيل والكلام فمش ده. هقعد معاهم. هقعد معاهم ليه؟ مش عايز حد يفصلني. طب هقعد مع ناس تانية معاهم حاجة حلوة، مخدر حلو، فاروح لهم. فبدأت تبعدني عن الناس وتقربني الناس. اهلي عايزهم وقت الفلوس، فبقيت اقرب لهم وقت الفلوس، فبدأت تقربني لاهلي في اوقات وتبعدني في اوقات. ما بعرفش انام من غيرها، ما بعرفش انام وانا مطمن لو معيش ضربايه الصبح، فبقيت هي اللي بتنيمني كمان. فبدأت هي اللي تحولني اكل شرب نوم صحاب، كل حاجه عماله تلعب فيا او تلعب بيا. فبدأ يتدخل في احنا تفاصيل. كنا قبل كده اتكلمنا على جوانب الحياة وفكرة ان في كذا جانب لحياتنا او كذا ناحية يعني، فبدأت دي تتدخل في كل جانب بشكل صغير. بالظبط. وبدات هي تاخد هي الاولويه. كان زمان الشغل او الدراسه او الاهل هم الرقم واحد، كانت هي في الاخر. انا كنت بادئ زيكم مره واحده، بعدين بدات تطلع هي بالنسبه للناس هي واقفه في النص، انا بدات تبقى هي رقم واحد. فهنا سيطرت عليا، هنا بقى ابيوزر، بقى في فقدان للسيطره، بقى في مشاكل حاصله في البيت، مشاكل حاصله في الشغل، وبقى في استمرار على الرغم من العواقب. انا على الرغم من العواقب اللي حاصله لي انا برضو مكمل. انت اتسجنت، انت عندك قضيه، انت هتترفد من الشغل، مراتك هتتطلق، مش شاغلني. انا هروح اجيب المخدر وبعدين نشوف هنطلق ولا مش هنطلق. والدك توفى، هضرب وبعدين نروح نشوف هندفن ولا مش هندفن. ايه ده اتدفن، الله يرحمه. فكل حاجه ما بقتش شاغله بالي، هي اللي شغلاني. فهنا بقيت ابيوزر. طب انا عارفه ان انت شغال في مستشفى وشغال في عيادات او كده، من تجربتك انت في الشغل في العيادات بتحس ان الناس بتجيلك في انهي مرحله؟ يعني انت قلت ان في خسائر كتير بتحصل، انت بتشوف ان الناس بتيجي تطلب المساعده فين بالظبط؟ يعني هي بتيجي في البدايات، يعني خصوصا لو لسه الموضوع مثلا في ناس بتيجوا في الاول مثلا الاهل لسه مكتشفين ان ابنهم خد مثلا مخدر معين، فاللي هو اتصدموا ايه ده بياخد مخدر، ايه ده مدمن، فلازم نوديه للدكتور بالظبط. ولازم ندخله المستشفى. فنبدا نفهمه ان في مرحله معينه مش لازم ندخل المستشفى. هنا بنبقى محتاجين اول ثيرابي في العيادات، نبدا بالراحه وناخد ادويه، مثلا يروح لسايكاتري وياخد ادويه ونمشي الدنيا كده. الدنيا تمام وفي ستيبل وفي استقرار وفي تحسن تمام. طب الخسائر بدأت عمالة تزيد ومش قادر يبطل من العيادة، والموضوع بدأ يزيد عن حده، خلاص هنا محتاجين مستشفى ويدخل برنامج علاجي كامل. عشان ابتدى بقى يبقى فيه الخلل او الديسفانكشن اللي احنا بنتكلم عنه لما المشكلة بتتفاقم. صح. طب هسألك سؤال بقى، لو حد
عايز يعرف ايه العلامات اللي تقول ان الشخص ده محتاج تدخل او محتاج ان احنا نروح نتكلم مع اخصائي مبدئيا. ايه هي؟ إيه العلامات ان الشخص ده بيتعاطى؟ يعني أوكي. ايه العلامات اللي انا لو بتكلم على حد بحبه، ايه العلامات اللي ممكن تعرفني ان المرحله دي بدأنا ندخل في مرحله خطره كده ومحتاجين ناخد الشخص ده نتكلم مع حد؟ ده على حسب هل انا ما اعرفش هو بياخد ولا ما بياخدش، ولا انا عارف ان هو بياخد بس هل هيقدر يكنترول حياته ويظبط ويرجع تاني اديله مساحته. ويعني انهي لا، مرحلة؟ ارجع لورا وقول لنا اصلا ازاي اعرف ان شخص مثلا أصلاً؟ عنده ادمان او كده، وبعدين تمام. المرحله. يعني بتبقى في علامات كده بسيطه خالص ان انا ابدا الاحظ تغيرات بدات تحصل، مثلا لون عينيه مثلا، يعني بدا كذا يوم، يعني مش هقول علامه واحده او علامتين فلو حصلوا اقول لا ده مدمن، لا هو لازم كذا علامه كذا حاجه مع بعض. واستمرار الوقت، لازم يبقى في وقت برضو حاصل فيه، يعني عنده مثلا بقاله شهرين في الشكل ده، فممكن مثلا عينه بدات تحمر مثلا. طب هنبدا نلاحظ النوم بتاعه، نومه بدا يتغير، بدا ينام قليل او بدا ينام كتير. تمام. الاكل بتاعه، الشغل بتاعه بدا يتاثر، بدا مثلا مش مركز في شغله. اللبس بتاعه، العصبيه، ده حاجه طبعا بتبقى واضحه جدا. الخلافات بتاعته مع اهله مع اصحابه، بدا يبعد شويه عن الناس. والعزله دي بنسميها من المراحل المتاخره في الادمان، يعني ان هو يبدا بقى ينعزل عن الحياه وينعزل عن صحابه، وهبقى انا والضرباي لوحدنا، قصه الحب دي. فهنا بتبقى اصعب مرحله، هنا بقى محتاج مستشفى مش سايكولوجي. محتاج تدخل بقى. فانت قلت تغييرات في كله، في الشكل، في السلوك، في العلاقات. والعصبيه والنفسيه. والحياه الاجتماعيه بقى دي اخر خطوه. بالظبط، ان هو ينعزل، الانعزال ده اخر مرحله. طيب ايه انواع الادمان؟ يعني ممكن انت طبعا اكتر حاجه مثال قلنا ادمان المخدرات. في ايه حاجات تانية ممكن الشخص يدمنها؟ يعني هو في ادمانات كتير، يعني الادمان دايما بنوصفه ان هو شجره. الشجره دي ليها اوراق، يعني اوراق الشجر مثلا بتاعت الادمان ممكن نقول ادمان المخدرات، ودي اكتر حاجه مشهوره ومعروفه بالنسبه لنا. الحاجات، في ادمانات تانية زي ادمان الشغل، وده ادمان الناس بتشوف ان هو مقبول. في ادمان السكس مثلا، وفي ادمان العلاقات، في ادمان الجيمز، وده بدا ينتشر اكتر في الفتره في مصر مؤخرا، يعني صح. اللي هو ليل نهار قاعد بيلعب ويدفع فلوس وما بيروحش المدرسه وبدا يسقط، وشغله الشاغل هو اللعبه. فهنا بدا يحصل فقدان للسيطره. وعشان اقول ادمان مش معنى ان انا بلعب لعبه انا مدمن، لا. هو لازم زي ما قلنا في فقدان للسيطره، في الاستمرار على الرغم من العواقب، ان هو سلوك قهري مش قادر اتخلى عنه، وبدا يبقى هو رقم واحد في حياتي. وبنقيس على ده كل حاجه، في ادمان دين، في ادمان شوبينج، وده بيبقى اكتر طبعا عند البنات. يعني مش هقدر اقول ان انا بعيده عنه بس لا بس عشان نقول ادمان شوبينج، انا في عشان بنقول ده هو تاخد قروض، تاخد فلوس، خلاص هي كل حياتها رايحه ناحيه الشوبينج، عشان هي مش قادره نفس الحاجه في تتعامل مع القمار، مشاعرها. صح؟ وفي القمار طبعا ان هو ممكن يسقط طبعا عشان القمار، ويحط كله فلوس عشان القمار. كويس ان انت جبت سيره الشغل، لان انا كان عندي السؤال ده. لان في ناس يمكن بتقول هل في ادمانات او انواع ادمان صحيه؟ فانا مدمن تمرين، انا مدمن الاكل الصحي مثلا، او انا مدمن الشغل زي ما انت قلت. فازاي اقدر افرق، او مش ازاي اقدر، بس هل يعني بحكم شغلك هل في ادمان صحي وادمان مش صحي؟ ولا كل الادمان هو يعتبر؟ هي الكلمه نفسها يعني ايه ادمان اصلا، يعني زي ما عرفنا مفيش حاجه. فهل التعريف اللي احنا قلناه في منه صحي ومش صحي؟ بس في الادمان الشخص المدمن هو بيبقى دايما عنده ديفنس ميكانيزم، يا اما دينايل يا اما التبرير، دول من الحاجات اللي بتكبر الادمان. فانا عشان اقدر احمي نفسي ان انا اشوف ان انا مدمن، فهبدا ابرر، فهبدا اقول ايه، ده ادمان صحي، ده انا بجيب فلوس. بالظبط. هو انا بشتغل عشان مين؟ عشان ولادي. طب هل ولادك محتاجين الفلوس ولا محتاجين اكتر ان انت توازن ما بين شغلك وما بين وجودك معاهم؟ محتاجين تسمعهم، تقبلهم، تطبطب عليهم. وبرضه زي ما قال جابور ماتي في فيديو اللي هو ذا باور اوف ادكشن، ان هو كان في فتره من فترات هو كان عنده ادمان شغل، وبيغطي أيوة. بيها على الحته بتاعته، انا هبقى متميز، انا هبقى موجود عشان تحتاجوني. وبيعترف ان هو ندمان قوي على الموضوع ده في فيديوهاته. بالظبط، عشان ده اثر وورث التروما لاولاده، انهم بداوا يحسوا برضه ان هم مش مقبولين. فانا اظن يمكن الحاجه اللي ممكن الشخص اللي بيتفرج ياخدها، ان اي حاجه بعملها بدرجه ان هي بتخليني اتخلى عن حاجات تانية او جوانب تانية في حياتي، او حاجات بعملها لدرجه ان هي بتأذي جوانب تانية في حياتي، دي
حتى لو الحاجه دي صحيه بس الدرجه اللي انا بعملها غير صحيه. بالظبط. في مثل مصري اللي يزيد عن حده يقلب ضده. ممكن بس هو فعلا يعني الحاجه لما بتزيد عن حدها فعلا وان هو بقى رقم واحد بقى رقم واحد. طب فين ولادك؟ طب لو شلنا الشغل من حياتك هتشوف نفسك ازاي؟ دي حاجه من الحاجات اللي بقولها للكلاينتس، ان انت لو الحاجه دي الحاجه او الماده او الشيء اللي احنا معتمدين عليه لو اتشال، الدروب اللي هيحصل ده بيوريك قد ايه انت معتمد عليه، وده في حد ذاته درجه من درجات الادمان حسب بقى كل شخص وقصته يعني. بالظبط. بما ان احنا قلنا عن ادمان المخدرات، عايزين نسألك عن حاجتين معينين لان دول يمكن حاجات دارجة جدا في مصر او عامة، الحشيش والكحول. خلينا نبدأ بالحشيش. هل الحشيش ادمان؟ دي فيها كلام كتير، ناس كتير هتزعل مني اه مش عايز اخسر جمهوري طبعا. يعني هو عشان اقدر اقول ادمان حشيش يعني هو مقبول اجتماعيا في مصر زي السجاير وزي حاجات كتير جدا، بس عشان احطه في مسطره الادمان لازم يتحط في المسطره، في فقدان للسيطره، في استمرار رغم العواقب. هل لما انت بدات بيه زي ما انت موجود بيه النهارده كنت بتاخده كل خميس او كل مثلا مره في الشهر، هل النهارده بتاخده نفس المعدل؟ فلما نحطه على المسطره دي هو يقدر يجاوب على نفسه. فانا مش خناقتي في الحشيش، انا خناقتي في الطريقه اللي هو بيستخدم بيها الحشيش. ده اللي كنا لسه بنقوله في درجه الاعتماد او في بالظبط. قد ايه دي. ومش معنى كلامي ان الحشيش طبعا ناخده عشان هو كويس، يعني هو كده حاجه غلط. والحاجة التانية الكحول، ازاي الكحول ادمانه بيختلف لو بيختلف عن باقي المخدرات؟ من ناحيه يعني هل لما شخص يجي لك اللي هو بيمر بادمان الكحوليات، هل كل الجوانب بتبقى بالظبط مطابقه لحد مدمن لمخدرات تانية، ولا بيبقى في زي سمات معينه هي بتبقى مخصصه او بس بتشوفها في الناس المعتمده على الكحوليات؟ لا هو من على الوش يعني دايما في الادمان بنشوف من على الوش ومن تحت شويه. من على الوش هنلاقي ان هو متشابه بنفس المسطره بتاعت الادمان كلها، فقدان للسيطره، وان هو بدا ان هو ما يروحش شغله، بدا ما يعرفش ينام غير لما بيشرب، يصحى لازم يشرب، كان متعود ما ينفعش يشرب بالنهار بقى يشرب بالنهار، فبدا وهانج اوفر طبعا وبيخرف بالكلام او بيقول كلام طبعا ما ينفعش يتقال، فالموضوع بيبقى صعب جدا. هنا هي نفس المسطره. طب تعالى بقى من تحت، هل من تحت او داخليا نفس مدمن الحشيش او مدمن مخدر تاني؟ لا بتبقى مختلفه. تمام. كل واحد بيدور على اللي يملاه، يعني سواء من مخدر سواء حشيش الكحول مخدرات تانية، هو كل واحد بيدور على اللي يملاه. بمثل بالبلدي خالص، هو المدمن بيعمل بوصف بسيط خالص زي الحله من جواه، يعني زي الحله اللي بيدور على الغطاء المناسب بالنسبه له. في انا ممكن اجرب ماده عاليه جدا واي حد ايه ده انت يعني انت مع الحلوه، يعني انت ازاي تسيب دي وتروح للحشيش يعني. انا بالنسبه لي كان الحشيش هو الغطاء المناسب للمشكله بتاعتي او للحله بتاعتي. طب لما خدت غطا كبير لا ما كانش مناسب، فحسيت ان انا مش مرتاح. طب خدت مخدر تاني مثلا حسيت انه غطا صغير فما حسيتش انا مرتاح. فمع الحشيش او مع الكحول او ايا كانت الماده اللي انا كملت فيها، ودايما بيقول انا لقيت نفسي، ايوه انا لقيت نفسي معاه. فمعنى ايه انا لقيت نفسي؟ ان هي سددت لي مشاكلي واحتياجاتي الداخليه، اللي زي ما احنا قلنا بيملى احتياجاته الداخليه بحاجات من بره. في اخصائيه كانت لسه بتتكلم معانا وكانت بتقول ان الادمان كنا احنا بندردش يعني، فكانت بتقول ان الادمان بيبقى سببه ان حد بيحاول يهرب من احساس او حد بيحاول يخلق احساس، وان يعني بناء على ده عشان كده كل واحد بيدخل في مادة مختلفة او في نوع ادمان مختلف. فده بالظبط بيتماشى مع اللي انت قلته، ان في الشخص اللي عايز حاجة تخليه نشط اكتر، في الشخص اللي عايز يهدى ويسكن افكاره ويسكتها، في الشخص اللي عايز ان هو ينسى تماما. فكل مادة هتفرق. بالظبط هو ده. انا بقى مش عارفه، انا برضو عايزه اخد رايكم في التجربه بتاعتكم في الشغل، بس انا بحس ان المواد الدارجه اكتر زي او المقبوله اجتماعيا اكتر زي الحشيش والكحول وكده، هل في التجربه بتاعتكم العلاج بتاعهم بيبقى اصعب؟ كنت لسه هقول حاسه ان اي حاجه سهل ان احنا يعني نتناولها بسهوله او بشكل اسرع او اسهل. اولا الشخص ممكن يبقى مش معترف ان عنده مشكله اسرع، يعني حاجه زي الكحول هيشوف اللي حواليه بيعملها بالظبط. وثانيا بيبقى عشان هي موجوده فانا صعب ان انا ابتعد عنها، لان هي مقبوله فموجوده في كذا حته انا بروح مثلا. فبحس ان هي
اصعب انك تاخدي الشخص ده وتفهميه ان هو شخصيا محتاج يتعامل مع الماده دي بشكل مختلف بغض النظر دونا عن اللي حواليه. صح. فهنا بيبقى دور العلاج بقى ان احنا نبدا نوريه ان هو عنده مشكله فهو اللي محتاج، ايوه فنزود الدافعيه بتاعته باشكال كتير جدا عشان نبدا نوريه انت اللي عندك مشكله، مش هم تمام قادرين يكنترول، احنا مش قادر، انت مش قادر تعمل كنترول، صح. فانت اللي عندك مشكله، صح. محتاج تشتغل على ده. خصوصا انه بتفرق طبعا، يعني هو اللي طالب المساعده ولا هو مجبر على المساعده، فدي بتفرق. يعني هل اهله جايبينه العلاج غصب عنه ولا هو اللي لا انا شايف ان حياتي فعلا بتتاثر. وفي ناس كتير جدا بتطلب المساعده عشان بيبقى شايف ان في حاجه مسيطره عليه، هو بيرفض احساس السيطره. يعني حد مسيطر عليه ده بيكرهه، فان في مخدر ما بعرفش ادخل الحمام من غيره او اتكلم مع الناس من غيره، ده بيبقى كرهه، فبيبدا لا انا عايز ابطل الحاجه دي، فبيبدا يطلب هنا مساعده. ده بيساعدنا جدا في العلاج ان احنا لا انت محتاج تعمل 1 2 3، فبيبدا يقدم تضحيات بقى بسهوله جدا عكس لو مجبر. بما انك جبت سيرة الاهل عايزة بسألك سؤال بس يمكن في الاخر، عشان لو فعلا في حد يعني عارف حد او ولاده او حد يعرفوه بيمر بالمشكلة دي يتعامل معاها ازاي، فهنوصل لدي في الاخر. أوكي. بس في حاجة بقى ليها علاقة بثقافتنا عامة عايزة اعرف رأيك فيها. هل انت بتحس ان في مصر كلمة المدمن ليها وصمة قوية؟ طيب فهل ده ممكن يبقى بيأخر أو بيأثر على إن حد يجي يطلب العلاج متأخر، أو إن هو يبقى يعترف انه عنده يعترف مشكلة. بالظبط؟ هل الوصمة دي أنت بتشوف إن هي بتأثر على البروسيس أو طبعا الرحلة بتاعت الشخص؟ طبعا. يعني هو وصمه من كذا اتجاه، وصمه انا مدمن، وصمه ان انا اروح اصلا عياده، وصمه ان انا اروح مستشفى واتحجز ايه ده انا رحت مصحه. والوصمه كمان بتختلف، يعني مثلا هل الوصمه دي في القاهره زي مثلا هيجي لنا مثلا من محافظات تانية تبقى اصعب في محافظات تانية، اللي هو انا معروف في المنطقه، فاللي هو ازاي هيتقال عليا ان انا دخلت مصحه، فهيفضل طول الوقت بيحاول ان هو ما يدخلش مصحه ويحاول يقلل مع نفسه. والمدمن دايما بيحاول كتير جدا مع نفسه قبل ما يروح اصلا يطلب المساعده من اي معالج او اي دكتور. دي حقيقة. هو بيحاول كتير، انا هقللها، طب هقلل بمخدر تاني، طب اخر مش عارف ايه، طب كل يوم هاخد مش عارف ايه، طب هاخد ربع اللي مش ربع. يبدا يلعب مع دماغه، بيحاول برغم ان هو انا هعرف اسيطر وهعرف ابطل لوحدي، لحد ما في الاخر بيفقد السيطره ويبدا يعلن الاستسلام ويرفع الرايه البيضاء يعني. والوصمة بتيجي من الأهل كمان، يعني لو حد من الأهل اكتشف إن حد ابنه أو بنته هما نفسهم بيبقوا يعني ممكن يداروا عليه أو يحبوا يكتموا على الموضوع أكتر، مش إن أيوة. هما يودوه للعلاج أو للمساعدة. بالظبط، وخصوصا ان اهالي كتير بتبقى شايفه ان الموضوع قله ادب او ضعف اراده، ما تجمد في ايه، ما احنا بطلنا سجاير واحنا صغيرين، مالك. فالموضوع مش فاهمين ابعاده، مش فاهمين حجم الكريفنج او اللهفه او الرغبه الملحه تبقى موجوده. وبرضو برضو التبطيل عموما مش ان احنا بنبطل المخدر، ما انا اللي هو ده العكاز اللي انا بستند عليه. انت بتشيل مني العكاز وبتقول لي امشي، ما انا هعرج هقع منك، فانت لما تشيل مني العكاز لازم تديني حاجه تانية امشي بيها. بالظبط. فهو ده العلاج. وجزء كبير قوي من الاعتماد زي ما انت قلت، يعني جزء كبير قوي من الاعتماد ما بيبقاش على المادة فقط، بس بيبقى ان شخصيتي فيها ميول كده ان انا اعتمد. فانا لو شلت مثلا، لو شلت الحشيش هندخل سجاير، لو شلت السجاير ممكن يبدأ يعتمد على الشغل، شلت الشغل هيعتمد على شخص. بالظبط. فاحنا بنشتغل على الحاجتين في نفس الوقت. بس انا يمكن حاجة من الحاجات اللي عايزة برضو اتكلم فيها هي قد ايه ان الوصمة دي وفكرة ان الاهل كمان بيبقوا يمكن خايفين ان هم يواجهوا او خايفين يتكلموا، ده بيأثر بالسلب على رحلة الشخص في التعافي. طبعاً. يعني لان انتوا بتساهموا في ان الشخص ده الحتة بقى اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول، ان هو شايف نفسه مش كفء او مش قوي او مش كويس. صح. احنا كده بنسهل السايكل دي على الشخص ده، بالظبط. ان هو فعلا مش كويس، وان احنا ده عامل حاجة مش هنتكلم عليها وبنخجل منها. صح. فاحنا يعني بنصب في نفس بالظبط، المشكلة. بنغذي المشكله. فهنا ممكن اهالي كتير قوي تبقى رافضه ان هم اصلا يودوه اي مكان علاجي. صح. هيحاولوا مثلا يفضل يروح عيادات، طب هو فشل في العيادات، هو محتاج مستشفى. لا هيفضل يروح عيادات عشان ابننا ما ينفعش يتقال انه بيروح مستشفى. طب احنا كده بنضيع وقت، يعني ده من عمره، من صحته، من سمعته، ممكن اوفر دوس يموت فيها اصلا. فاحنا بنريسك بايه يعني عشان الوصمه، عشان الناس هتقول ايه يعني. طب ابني مثلا انا سبته وبدا مثلا يعمل مشاكل اكبر في الشارع، هل ده بالنسبه لي انسب عن ان هو يدخل المستشفى؟
فالمستشفى يعني مثلا لو ابنك اتكسر او ابن عنده مثلا الزايده او اي حاجه بندخله المستشفى عادي جدا. أيوة. عادي جدا، ده راح يعمل عمليه والاهل كلهم رايحين معاه. في الناحيه التانية مرض الادمان هو مرض بنخبي عليه. هو مرض وليه مستشفى. يعني هو في مستشفيات الامراض الجسديه وفي مستشفيات الامراض النفسيه. ما دي زي دي، يعني هنا بتوديه وهنا خايف عليه يعني. سوري هقطعك بس تاني على حاجه انت بتقولها. زي ما انت كنت بتقوله انه الخسائر بتاعتها بتتفاقم، فيمكن لو كانت نقطه البدايه كانت هتبقى حاجه معينه، انا لما اسيبه واخبي عليه سنتين كمان نقطه البدايه هتبقى اصلا اصعب كمان في العلاج بالظبط. ده لو يعني خسائر تبقى اعلى واعلى. الحته التانية هيبقى طبعا اللي هو الرفض للعلاج هيبقى صعب شويه. يعني المقاومه تبقى زياده، والمدمن طول ما هو مرحله ادمانه بتزيد الديفنسات بتاعته بتزيد. يعني احنا قلنا من شويه الديفنسات بتاعته اللي هو الانكار والتبرير. فحجم التبرير بتاعه اللي هو بيعمله بيبقى عالي قوي. زي ما احنا قلنا مثلا ادمان الشغل بيقول لك ايه، لا ده ادمان صحي. ادمان المخدرات انا ما باذيش حد، انا باذي نفسي، ما حدش حاجه عندي. طب خلاص انا هبطل ده وهاخد ده. أيوة. ويبدا يتمسك بيها. فكل ما بنطول في المده كل ما اصلا طريقه التفكير والاعتماد بيترسخ اكتر بالظبط. فبيبقى اصعب ان احنا نعالج او ان احنا نشتغل على الموضوع. هياخد وقت اطول بالظبط. يعني لو مر بالمرحله العلاجيه. يعني مثلا لو قلنا الطبيب مثلا هيقعد 6 شهور، لا ممكن يقعد اكتر، ممكن يقعد مثلا 8، ممكن يقعد 9 على حسب استجابته. دي هي زي بالظبط حد يعني كان عنده مشكله جسديه واخر ان هو يروح بالظبط. للدكتور، فلما على ما بنروح بقى بنكتشف ان في مشاكل مضاعفات. اكتر، مضاعفات. بالظبط. دلوقتي احمد يمكن كونك كمان بتشتغل في مستشفى، فانت لما المريض بيجي لك على الاقل في المستشفى اي سلوك ادماني اللي هو بيعمله بيقطعه فجأة. وفريدة في العيادات اي سلوك ادماني حد بيجي لها هي بتبدأ ان هي تقلله واحدة بواحدة. ويمكن مفيش صح وغلط، بس قصدي المدرستين مختلفتين. فانا حابة اسمع منكم انت رأيك ايه عن الطريقة اللي انت بتشتغلي بيها، واحمد رأيه ايه عن الطريقة اللي هو بيشتغل بيها. ابدا. انا عشان مبدئيا انا بدات بان انا اتعلمت كل حاجه اعرفها عن الادمان في مستشفى. فانا ماشيه او كنت ماشيه بالمبدا ده بدرجه كبيره جدا. ولكن المستشفى بالنسبه لي برضو هي بيئه مش طبيعيه. بيئه بالظبط، بيئه احنا عارفين نتحكم لدرجه كبيره في الشخص وبيروح فين وبيكلم مين وبيعمل ايه. فسهل ان احنا نتبع في رأيي، ده رأيي الشخصي والمهني بس. يعني طبعا في مدارس كتير بحترمها، بس سهل ان انا اعرف اساعد الشخص ده ان هو يمتنع ويجرب يعمل حاجات مختلفة. القلق بيبقى بعد ما بيطلع من المستشفى ازاي يقدر يواظب على الامتناع اللي حصل واحنا في المستشفى مع كل بقى التريجرز او الحاجات اللي بتحصل في الحياة الحقيقية، زي الضغط، زي ان انا لو جالي كريفنج، زي كل الكلام ده. وكمان او يعني هزود بقى في العيادات احنا اصلا مرميين في الطبيعه. يعني احنا ما فيش اي كنترول انفايرمنت. الشخص بشوفه مره في الاسبوع ساعه، فما اقدرش ان انا ابقى مقتنعه ان هو هيمتنع من اول مره. لاحظت بس حاجه واحده، ان احنا لما بنتكلم عن الامتناع الناس لما بتروح من اقصى اليمين لاقصى الشمال وبعدين تكسر ده، فحد مثلا يكون فلنفترض في السجاير بيشرب علبه سجاير ويقول لك انا هوقف سجاير فمش هشرب ولا سجاره، هيمشي على ده شويه وبعد شويه هيكسرها. لما بيكسرها بيبقى فيه بقى الشيم اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فانا بحس ان الشيم ده بيوقعنا خطوتين لورا. ان انا بعد ما كنت فاكر اني وقفت او ان انا بطلت شربت سجاره، فانا كده كاني خذلت نفسي. فلما بيرجعوا ما بتبقاش زي ما بنقول ولا سليب ولا لابس او مش زله، هو بيبقى ريلابس. هو بيبقى الشخص عشان حاسس انه بوظ الدنيا فهي بايظه فبيرجع كل الخطوات دي ورا. فانا بحس ان هي مش شرط مستشفى او عياده قد ما هي شخصيات. في شخصيات هينفع معاها ان هم يمتنعوا، وفي شخصيات محتاجه تاخديهم واحده واحده عشان تعرفي تعملي تحسن على المدى الطويل. انا تاني بقول ان انا يمكن ما بحسش ان في صح وغلط ابدا، بس بحس ان ما ينفعش اكيد ان يبقى في حل واحد مستشفى يناسب كله بالظبط. والحل ده انا شفته في البيئه دي، وفي دراسات بتقول كده وكده. فهنحاول ان احنا نطبق العلم على يعني as many people as possible. يعني بالظبط. انا وجهة نظري الشخصيه يعني المستشفى دي بشوف انها تبقى اخر حل. يعني ما احرقش كروتي كلها مره واحده. صح. يعني امر الاول بالعيادات ويروح ويجرب ويحاول، وفي الاخر المستشفى. طب انا بدات من فوق، طب بعد كده هيبقى ايه؟
هفضل فوق. فلا، هنمر الاول بالتطور الطبيعي، ممكن ينجح يبطل من العياده، وبيحصل كتير، وفي ناس بيبقى صعب بالنسبه لهم هم يبطلوا من العياده. هنا خلاص الاوبشن التاني بقى اللي هو الوحش، المستشفى. يعني عشان نقدر نقول ان هو المريض محتاج مستشفى، هو بيبقى محتاج يعني ان هو مثلا فاقد السيطره في حياته بدرجه كبيره جدا، واصل لدرجه عاليه من المخدرات، ليفل الوحش. ممكن مش لازم مخدر معين، مثلا ممكن يكون ليفل وحش بالنسبه له مثلا الحشيش مثلا، بس بقى فاقد السيطره بشكل كبير جدا، وواصل مش قادر يكنترول حياته. فهنا حاول كذا مره في العياده يبطل، فشل، خلاص هنا الاوبشن بقى التاني والمستشفى. تمام. في ناس انا اعرفها مبطله من العيادات، يعني في ناس انا معايا مبطله من العيادات كتير، فده معناه ان في نجاح في العيادات. وفي ناس بتبطل من المستشفى، ما عرفش تبطل من العيادات، فده مش معناه ان العيادات فشل. هو ما يناسب شخص لا يناسب الاخر. واللي يناسب كمان مادة او الشيء اللي هو مدمنه. لا كمان كنت هقول اللي اولا الماده طبعا، لان في مواد معينه بيبقى ليها اعراض انسحاب، فطبعا لازم تبطيلها اصعب ومحتاجه مستشفى. بيتهيألي اللي يناسب السيركمستانس او حياه الشخص دلوقتي. يعني في ناس مش هتقدر انها توقف مره واحده، لانها هتخسر حاجات كتير جدا لو وقفت حالا، مع ان هي خساره على المدى القصير، بس يعني حاليا مش هيعرف يعمل ده، فيقدر ان هو يبدا يقلل. وفي ناس بيبقى هم من كتر ما هم شايفين ان هم معتمدين على الحاجه دي، انك تطلبي منهم يوقفوا مره واحده دي خضه، فهيفضل يقاوم 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 مع ان هو عايز يوقف. فممكن تبداي ان انت تاخديها تدريجيا. فدي حاجه انا بحبها بصراحه، في ان في النوعين من الاساليب دول. وبحب ان حته الهارم ريدكشن، او ان احنا بنخفف الاذى او بناخده تدريجيا، بيشتغل كمان على ان انت قادره تبني للشخص حاجه تانية بره الادمان. يعني احنا بنقلل سنه بسيطه، وعارف زي لما بتعمل ضغط، بتعمل الاول 2 وبعدين بتزود يبقى 3 والثالثه بتبقى صعبه. فهي نفس الحاجه بس بالعكس. فانت كل مره عارفه تزودي له حته بسيطه من غير ما هو يحس بالالم قوي، لحد ما يبدا يحس ان دي كانت اسهل مما انا متخيل، بس هي اطول بقى. هو ده عيبها، محتاجه استمراريه. محتاجه استمراريه. وكمان في حته تانية، ان انا يعني الفرق ما بين الانسان واي كائن تاني انه ياخد قرار. فان انا اخد له القرارات دي، القرار انه يبقى يبطل او يدخل المستشفى، دي بتبقى صعبه. فهيفضل يقاوم معانا عشان هو ده الحاجه الوحيده اللي بتدل ان هو لسه انسان، فبيفضل متمسك بيها. ففكره ان انا تمام ممكن افضل معاه في العياده واحفزه واساعده انه هو اللي ياخد القرار. وهنا ببدا اديله الاقتراحات. مثلا لو مثلا بياخد مخدر لازم عرض انسحاب، ولازم مستشفى، مش هينفع في البيت، لازم رعايه طبيه، فهنا بنرشح له مستشفيات وهو اللي يختار. ولو مثلا مخدر هيقدر مثلا يروح لدكتور يكتب له ادويه ويبطل من البيت، اوكي، بس تحت رعايه برضه طبيه. فتبقى مهمه قوي في الحته دي. هل الادمان ليه علاقه بالبعد عن الروحانيات او البعد عن الدين؟ لان احنا كتير بنسمع الناس بتقول انه طب لا صلي، انت اكيد بعيد عن ربنا وان ده سبب المشكله. فعايزاك تقولي ايه علاقه الروحانيات عامه ببدايه رحله العلاج او كده، ازاي بتاثر على المدمن في الفتره دي؟ يعني الناس بتحاول، او المجتمع، في ناس معينه، عشان مش عايز اعمم كل الناس، بس في ناس معينه تبقى شايفه ان الادمان ده بعد عن ربنا، زي برضو ما بنشوفها في الاكتئاب برضو. يعني انا بشوف عن الادمان، يعني اللي هو انت لا، انت لو صليت وقريت قران وفي القلق، ما انت قلقان عشان مش واثق في ربنا بالظبط. مثلا. وفي الاخر بنلاقي الشخص ممكن يروح الكعبه، انا رحت عملت العمره برضو ما خفتش. طب هل النهارده احنا قلنا ان من الاسباب اللي بتكون الصوره بتاعت المدمن او الكور بليف بتاعته اللي هو الاساءات او الايذاءات الروحانيه، اللي هو الصوره اللي بياخدها عن ربنا. فما ابدا اقول له كمان اللي انت فيه النهارده كمان بعد عن ربنا، ده انت كده انت بتدمره، انت بتغذيله ان ربنا كمان يعني ايه مش قبلك، وانت محتاج تقدم تضحيات وتقرب له اكتر وقت عشان ينقذك من انت فيه. بس في العكس، وده اللي بيبدا يتعرف عليه في التبطيل، وكتير قوي بنلاقيهم في العلاج في بدايته يقول لك انا غضبان من ربنا، او ربنا مش بيحبني. فبنبدا نشتغل شويه بشويه بشويه، بيبدا يكتشف لا، هو عشان حاطط المشاعر بتاعت الانسان اللي هو خدها من الناس اللي حواليه على ربنا. في مدارس علاجيه كتير قوي بتحط روحانيات في التبطيل. يعني الاي اي والان اي اللي هي ال 12 ستيبس 12 خطوه قايمه على الروحانيات، اللي هو قوه اعظم مني تعيدني للصواب. ان هو بيحطوا كل مشاكله ويبقى في ايمان ان في قوه اعظم مني، في ربنا او الله كما افهمه، ايا كان المفهوم. كما افهمه دي مهمه قوي. ممكن حسب مفهوم كل شخص عن ربنا.
فدي بتساعده ان هو انا مطمن ان في لا حد هيساعدني، وابدا استقبل رسايله في كل حاجه. ممكن كلمه انتوا بتقولوها انا افهمها بطريقه لا انا تعيدني للصواب، ترجعني ان انا اركز. ممكن يكون مثلا في كلمه مكتوبه، في حاجه في التلفزيون، فان انا ابقى مركز ان في رسائل ممكن تجي لي، اللي هو التفتح الذهني بقى. ده في الان اي او 12 ستيبس. ده طبعا بعيد عن السي بي تي والان اي والكلام ده كله، واحنا ما بنشتغلوش كثيرابيست يعني. فانت قصدك ان الروحانيات بتلعب دور في العلاج، وانه الحاجات الدارجه في الثقافه بتاعتنا اللي هو انت بس عشان بعيد عن ربنا، في الحقيقه دي العكس، تعمل تاثير عكسي تماما، ممكن تدمر المدمن اكتر ما هي تساعده. بالظبط. وهي مش بتلعب دور مهم، هي دور مساعد. يعني هي عامله زي مثلا شخص مثلا مريض كانسر، وهو هيتعالج بالدين بس، يعني يقعد يصلي ويصوم، هنا الكانسر هيروح؟ لا، انا هروح اخد الكيماوي، هاخد العلاج بتاعي، بس ان انا بقرا القران او ان انا قريب من ربنا كما افهمه، ده بيساعدني ان انا اكون مطمن ان في حد هيساعدني، انا مش لوحدي. فالاتنين مع بعض. بالظبط، ده بيطمني، بس مش ده لوحده الكفايه، لا انا لازم العلاج. زي مريض السكر برضه، هو بياخد الانسولين وبيحافظ على النشويات واللايف ستايل بتاعه، في المقابل هو برضه بيستعين بربنا. فمش دي لوحدها كفايه، هي اداه مساعده. طيب هسألك على ايه، او هسألكم على ايه اشكال العلاج المختلفة من خبرتكم ومن شغلكم. اتفضل يا يعني في العلاج طبعا ده المتعارف عليه وده اللي انا من وجهه نظري ده الصح، ان الادمان او الشخص المدمن هو لازم يروح لدكتور في الاول يشخصه ويقول، يحطه على اللي هو دي اس ام 5 ويقول لا هو ده هنا مدمن، وبيبدا يكتب له ادويه سواء هياخدها في البيت على حسب راي الدكتور ويتابع مع ثيرابيست، او ان هو يدخل مستشفى ومحتاج يعدي مع اعراض الانسحاب اللي هي ديتوكس. ناس كتير قوي، وده مفهوم مغلوط شويه عند ناس، ان التبطيل ان انا اطلع المخدر من جسمي او ان انا اعدي بالديتوكس. لا، هو انت لما بتعدي الديتوكس انت هنا بتبدا العلاج، يعني بعدها بقى هو ده العلاج. لسه بادي. انت لا، انت لسه ما بداتش. انت ممكن تحبس نفسك في البيت تعدي الديتوكس، وكتير انت قعدت في البيت وحبست نفسك وضربت في اليوم الثالث او الرابع. يعني انت اول ما بتعدي الديتوكس بتطلع تضرب. فالمشكله مش في الديتوكس، مش في الاعراض الجسمانيه، لا، عشان بعض الاعراض الجسمانيه في اعراض نفسيه. طب وبعض الاعراض النفسيه في بقى المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو الصوره اللي انت بتشوف بيها نفسك، والكور بليف والخوف والشيم والمشاعر انت مش عارف تتعامل معاها، وعدم القدره على التعامل مع مشاعر الالم. نبدا بقى ندخل كل المدارس اللي احنا شايفين نقدر نساعده بيها. وفي اصلا بعد كل ده حاجه جت في بالي دلوقتي، اكيد انتوا عارفينها، اللي هي السايكل اوف تشينج او السيركل اوف تشينج، اللي هو البني ادم اصلا بيبدا بانه بيفكر انه عايز، او يعني ما بيبقاش بيفكر انه في مشكله، ما بيبقاش مدرك، بعدين بيبدا ان هو يفكر ان في مشكله اللي هي الكونتمبليشن، وبعدين بياخد اكشن، وبعد ما بياخد اكشن بيبقى في مرحله المينتننس او اللي هي المواظبه او الاستمراريه، دي اللي اظن معظم الناس بتقع فيها. الاستمراريه في ناس بتقع فيها، خصوصا يعني دايما في مرحله في التبطيل اللي هي مرحله اللي بنسميها مرحله الجدار، اللي هو من 6 شهور قصدي من الشهر الثاني للشهر الثالث، من 60 يوم ل 90 يوم. دي اصعب مرحله في التبطيل. دي بتبقى مرحله بالنسبه له هو بيعمل كل حاجه بشكل روتيني فبيبقى زهقان. طب أيوة. وبعدين ايه التبطيل الممل ده؟ انا متعود ان في اكشن وحماس اصلا التبطيل بيبقى لازم، هيدي عشان بيبقى في شهر عسل. ايوه فبعد شهر العسل نبدا ننزل، زي العلاقات. وزي الضرب، في شهر عسل في الضرب برضه. فكل حاجه كده. بس في حته حلوه قوي في التبطيل لما بيبدا ممكن ما يدخل يبقاش حد فاهم يعني ايه شهر عسل. شهر عسل هاني مون. لا في العلاج يعني ايه شهر عسل؟ شهر عسل اللي هو ايه ده التبطيل حلو، ده انا مثلا ماما رجعت تكلمني تاني، ده مراتي رجعت تاني، فكل مشاكلي بدات تتحل. الله الحياه حلوه، التبطيل حلو قوي قوي الفتره كده. اللي كلها موتيفيشن وحماس ونزل الشغل لابس البدله وفرحان بكل وشايف حاجه، المكاسب بس. شايف الدنيا بامبي. فمش عايزين ساعتها نصدمه، بس بنحاول ان احنا بالراحه نثبته على حاجات معينه. بس من اليوم ال60 لليوم ال90 اللي هو من الثاني الشهر الثاني الشهر الثالث هو بيبدا يداون لتحت. أيوة. وده بيبقى دورنا ان احنا نبدا نعمل له حوافز ونجدد له. في ناس بتقع فيها كسيرابيست ان هو يقول له اقرا خسايرك، افتكر كنت فين. هفتكر ليه كنت فين؟ اديني حاجه تخليني ابطل. يعني قول له روح نط من طياره، قول لي روح اعمل دكتوراه، روح قول لي. فابدا احس ان لا التبطيل مساعدني. في جمله على اللي انت لسه قايله دلوقتي بحبها، ملهاش علاقه بالادمان بس هي لايقه هنا. يعني هي جمله بالانجليزي بس هي معناها ان احنا لو ما عندناش حاجه نبص لها قدام دايما هنبص ورا. فان من احسن الحاجات اللي ممكن اعملها ان انا كاني برمي هلب لقدام
وبشوف ايه الحاجة اللي انا ممكن مش شرط اشتغل عليها، بس الحاجة اللي تخليني باصص يعني صح. خطوتين قدام، صح. وباصص ان انا اتحسن او ان انا اتقدم. بمعنى تاني ان انا الاقي له معنى، يلاقي ان حياته معنى. هو انا عايش ليه؟ انا مين؟ وابدا احب نفسي، وابدا او اللي هو الفاليو في الاكت ثيرابي، ان هو يبقى عندي فاليو ان هو انا اب واخ وعم وخال، وابدا العب الادوار دي في حياتي واستمر على لعب الادوار دي، وصديق وزميل في الشغل والكلام ده كله. فيبدا يحس ان في ادوار بيلعبها وان هو مهم، ولما يبدا يختفي ده الناس بترفع التليفون عليه، ايه ده انت موجود. فيبدا بيتبسط قوي بالحاجات فبيملى دي، بقى الاحساس اللي كان فاقده. عشان هو عمل اكشن عليه من غير ما يبقى بيعتمد على الاستقرار من بره. وفي حته حلوه قوي في التبطيل لما يبدا يدخل اماكن علاجيه، ان هو العلاج في المستشفيات اول مرحله هي الديتوكس، بعدين اللي هو الانديفيدوال ثيرابي، وبعدين الجروب ثيرابي. في الجروب ثيرابي تبقى حته حلوه قوي اللي هو اللايف ستوري، ان هو يبدا يحكي معاناته. اوقات كتير جدا بيبقى المدمن شايف ان محدش حس باللي انا حاسس بيه، محدش شاف اللي انا مريت بيه، وما ينفعش اتكلم عن الحاجات دي، ده وجعي وده ألمي ويفضل جوايا، وهفضل اغني الجرح ده مع المخدر بتاعي، لحد ما يبدا يحكيه في الجروب قدام ناس، وبيبقى متاثر جامد. لاول مره بيلاقي ان الناس كتير فاهم جدا شبهه. شبهه، حتى لو مش في نفس الاهانه او نفس الجرح، بس مرينا بنفس ده. انا كنت بحس بحب، شايفين حسينا نفسهم بنفس فيه. الشعور. اللي هو قبول غير مشروط او قبول مشروط. ما كنتش بلاقي الاهتمام، كنت بلعب دايما لازم اكون شاطر عشان ابويا يسقف لي او يقول لي برافو، كنت بلعب ادوار هم عايزين العبها. فبيبدا يلاقيها في اللي حواليه، ايه ده انا مسموع لاول مره بيتسمع، فبيبدا يثق في نفسه اكتر، ويبدا يكسر حته. عشان دايما المدمن في بدايه علاجه هو لو اعترف ان هو مدمن، هو بيبدا الانكار ما بيروحش في حته، هو بيبدا انا مدمن، ولكن انا مثلا اهلي مختلفين، ولكن ظروفي مختلفه، ولكن مش عارف ايه. فلما يبدا يتكلم قدام المجموعه كلها ويلاقي الناس ايه ده انت شبهي وشبهي وشبهي، مفيش ولكن، هو المرض واحد، الظروف مختلفه. حاجة تانية بلاحظ ان هي مهمة ان احنا نشتغل عليها لو جالي حد عنده مشكلة مع الادمان، توظيف المشاعر. ازاي ان الشخص ده يقدر ان هو يتحكم في مشاعره، لان بلاحظ ان كتير من الريلابسز او ان الشخص يقع بتبقى بسبب لحظة غضب او لحظة خوف او لحظة انفعال. ففكرة ان انت لما بتشيل المادة او بتشيل الحاجة اللي هو معتمد عليها، تديله كمان التولز او الطرق ان هو يعرف يتعامل مع مشاعره اللي هو اصلا قبل كده كان بيهرب منها او بيحاول يخلقها او يوجدها بالمخدر ده. فبحس ان مثلا الدي بي تي، المدرسه العلاجيه اللي هي الدايلكتيكال بيهيفير، من الحاجات اللي بتفرق، مع انها اصلا ما كانتش معموله للادمان، بس هي حاجه بتفرق ان الشخص يبقى معاه تولز او طرق ان هو يشتغل على اني اتحكم او اتعامل مع المشاعر دي. صح. دلوقتي صح. ده هيرجعنا للمفهوم زي ما قلنا في مفاهيم كتير الادمان، اللي هو عدم القدره على التعامل مع مشاعر الالم. ما بعرفش اتعامل مع مشاعر الالم، فان انا اديله ادوات واشيل له عكاز، بس اديته ادوات بقى صحيه هيلسي، بقى جبست له رجله خلاص يعرف يمشي، بدل ما انا طول الوقت ماشي على عكاز وعمال ادفع ثمنه كل يوم، ايجاره غالي قوي. طيب قبل ما نقفل، انا بحب دايما ان في اخر الحلقات احنا الاتنين بنحب ان احنا يبقى في حاجة الشخص اللي بيسمع يقدر يستفيد بيها، تبقى ملموسة. ويمكن ده سؤال ناس كتير قوي بتسأله، هو انا لو في حد في حياتي بيمر بالمشكلة دي اقدر اساعده ازاي؟ اول حاجه ان انا ابدا يعني اقعد معاه اتكلم معاه، ده مهم جدا. وانا بتكلم معاه مش بهاجمه، وانا قاعد معاه مش حاكم عليه، دي مهمه جدا. لو انا كاحمد حد قاعد معايا يعملوا لي انت لا، انا هاكله الصراحه، ديفنساتي هتطلع، فهضطر ان انا دافع عن نفسي وهبدا احس بالشيم. فمهم اللي قاعد معايا يحسسني ان هو حاسس بيا، خايف عليا، مش حاكم عليا، ويسمعني، ونبدا نتناقش مع بعض ونشوف الطريقه المناسبه اللي تقدر تساعدنا. هل حابب نبدا منين؟ هل حابب ان احنا نبدا نروح لدكتور الاول في عياده يكتب لنا ادويه، ونبدا نتابع مع سيرابي، ونبدا نشوف مثلا جروب سيرابي او ايا كان هنبدا ازاي؟ ولا شايف ان الموضوع صعب حابب نبدا ندخل مستشفى؟ وبيبقى مهم قوي ان احنا ندخله في المشاركه دي. اوقات جدا بيبقى المدمن مش شايف في انواع معينه من المخدرات، بيبقى الشخص مش مدرك ومش شايف ومش عارف ياخد القرار، خصوصا ان المخدرات وانواع معينه بتضرب الفرونتال لوب او الفص الامامي او الجبهي، فما بقاش عارف اصلا هو مش شايف الصح من الغلط، هو مش شايف احنا فين وبتعملوا ايه، فبيأثر على اتخاذ القرارات، كل حاجه بايظه. ففي مرحله معينه لو انا شايف ان الدنيا خلاص بدا يسرق، الدنيا تبوظ خالص، لا انا هنا لازم انا اللي اخد القرار،
في ناس بتبقى خايفه تاخد القرار ده، شايفه ان هو هيطلع بيكرههم. بس في ناس كتير قوي بعد ما بطلوا بشهرين 3 في الاول في كره وفي غضب من اهله، شافوا بس قيمتها في المشاعر الآخر. عرف قيمتها، اللي هو انتوا لولا اللي انتوا عملتوه مش اصلا هفوق. فلما يبدا يفوق لا هو بيمتن لهم. بس الموضوع بيبقى عايز شجاعه، ومش كل الحالات نعمل معاها كده، في حالات معينه. لسه هقول كده. حالات معينه، يعني خلاص جربنا كل الطرق وشايفين ان الحياه خلاص بيسرق وقواضي والدنيا بايظه وشغله في باظ، خلل ملحوظ. خلاص الدنيا انهارت. فهنا أنا لازم اتدخل واخد له انا القرار. قدام لما الفرونتال لوب يرجع يشتغل تاني هيبدا يقدرني، هيبدا يشوف ان ده الصح. قبل كده هنتكلم مع الشخص، ممكن حتى اظن يعني ان احنا نثقف نفسنا، عشان بحس ان دي حاجه بتفرق. لو انا فاهم اصلا درجات الادمان وفاهم الشخص ده بيعمل ده ليه، فابقى بقرا انا قبل ما اتكلم مع الشخص، وان انا زي ما انت قلت ما احكمش عليها، لان هي اوريدي عليها وصمه. بالظبط. فانا لو داخل بهاجم، انا كده بهيئ للشخص كل حاجه ان هو يقفل ويطلع الحيطه دي بالظبط. وما يسمعنيش. في حته تانية مهمه قوي، ان الشخص، في ناس بتدخل اماكن علاجيه وبتبطل بيبقى متعدد الانتكاسات، وبيبدا يردد بينه وبين نفسه انا متعدد الانتكاسات، انا ماليش تبطيل. وهنا المرض بيبدا يسيطر على حته، بيدخلوا من داخله الياس، خلاص انت هتعيش وهتموت مدمن، فخلاص افضل يضرب بقى لحد ما تموت، مش فارقه. وهنا بيبقى المرض متملك او صوت المرض متملك منه في الحته دي يعني. بس لما نبدا نعالجه، او هو محتاج ممكن يبقى يسمع الفيديو ده لو حد يقدر يسمحه له، ان اوقات كتير جدا انت ممكن تكون اصلا ما بطلتش، انت بتحاول تمتنع، تخش تعمل ديتوكس، تقعد اسبوع اسبوعين وتطلع. ده مش التبطيل، لا هو التبطيل رحله. يعني الرحله لازم يبقى اوصل للاستمراريه، اقعد 3-4 شهور عملت نجاح وبعدهم يحصل ريلابس. هنا دي تعتبر مرة تبطيل. ما بينهم انت بتحاول تمتنع، مش تبطيل اصلا، من على الوش كده، من على الوش. فمحتاج ان انا اتعمق اكتر، وطول ما انا عايش الانسان قابل للتغيير يعني. انا بتهيألي حاجه كمان بتفرق، لو انا في شخص في حياتي وعايزه اتكلم معاه ان هو محتاج علاج او كده، التوقيت. يعني مثلا لو انا وانتي اتخانقنا، اكيد ده مثلا مش افضل وقت ان انا مثلا اتناقش معاكي في اي حاجه. أيوة. فان انا اختار التوقيت اللي انا هتدخل واتكلم مع الشخص ده عن احتياجه للعلاج او كده، هو هيبقى شايف الامور بطريقه احسن من لو احنا في البيك بتاع مشكله او كده. صح، موافقاكي جدا. في اكزامبل جه في بالي لحد كان من قريب بيسالني على حد من اصحابه المقربين، بس بعد عشان كان بدأ يعني يستعمل شوية من المواد، فهم الاثنين بعدوا عن بعض. فالشخص كان بيقول لي ازاي اقدر اروح اتكلم معاه. ويمكن واحدة من اوائل النصايح اللي قلتها، قرب له، لان انت ما بتتكلمش معاه لمدة شهر شهرين وبعدين فجأة هتظهر في حياته بنصيحة وبتوجيه وتنظير مش هيقبلها. فانت محتاج ان انت مبدئيا تبقى قريب له، حتى ولو بشكل مبسط، يعني بتعامل معاه، بسأل عليه اكتر، ببين ان انا مهتم وممتن لوجود الشخص ده في حياتي. وبعدين ابدأ برضو اخده واحدة واحدة عشان ما يبقاش فيه المقاومة العالية ويستفيد وكلنا نستفيد. صح. ان الشخص ده يبقى احسن. صح. وفي حتة تانية مهمة، ان المشكلة دايما مش في المدمن، ممكن تبقى المشكلة في الأسرة كمان. فمهم قوي برضه ناخد بالنا من ده. صح. يعني في حتة مشهورة قوي في العلاج اللي هو الاعتمادية المتواطئة. انا كأب او كأم لو ابني بطل انا مش حاسس ان انا ليا دور، فيبقى بشكل اندايركت او انا مش واعي ان انا بعمل ده، هوصله ان هو يضرب. صح. وده بنشوفها كتير قوي في العيادات. يعني واحد بعد ما بطل وبقى زي الفل وعمل نجاحات حلوه قوي، مامته بتبدا او والده يبدا يعمل له مشاكل ويبدا يتخانق معاه على تفاهات، على حاجات. يعني ابنك كان فين وبقى ابنك النهارده بقى بيشتغل بيعمل مشاريع كبيره جدا، مش شايف ده. لا ابني ما صبحش عليا، ما صبحش عليك يعني، هنهزر. ويبدا يضغط عليه جامد، فالواد يروح يضرب وينتكس. طب هنا بقى لما هو بينتكس الاب يبدا يحس بدوره، انا المنقذ، انا اللي هودي المستشفى، عشان طول ما هو مبطل مش حاسس بدوري. اي تغيير في ادوار العيله حتى لو هي تغيير للايجاب بيعمل خلل، كل واحد بيبقى واخد دور وبعدين فجاه الدنيا بتتلخبط. بالظبط. فهنا بيبقى مهم قوي احنا بنعالج ان احنا ندخل الاسره في العلاج ونفهمهم المشاكل الديناميك اللي حاصله في الاسره ايه برضه. يعني دي مهمه. يعني اكيد هو مدمن، بس البيت ده عامل ازاي؟ اكيد في مشاكل برضه. ساعات بيقولوا addiction is a family disease. بالظبط. احمد، احنا مبسوطين قوي ان انت معانا النهارده. جاوبت على اسئلتنا بشكل حلو جدا بصراحه، وكانت كونفرسيشن سهله، ويعني بسطنا قوي بوجودك معانا. وان شاء الله ممكن نبقى نتوغل في الموضوع اكتر في مره تانية. شكرا. تمام، وانا مبسوط قوي ان انا معاكم النهارده.